السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معاكم أخوكم حليمو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سايبر حليمو. يلا بينا. في الحلقة اللي فاتت شرحنا أول لف في السيكوال انجكشن، شرحنا عليه عملي في بورت سويبر، وعرفنا إزاي نقدر نجيب بيانات مخفية من قاعدة البيانات باستخدام ثغرة الوير كلوز. طبعا لو فوتت الحلقة اللي فاتت أنصحك ترجع تشوفها تاني. النهاردة هناخد اللاب التاني، وهو أشهر نوع من أنواع السيكوال انجكشن، وده بيكون عن طريق كويري أو استعلام. تعالى اوريك شكل الكويري ده بيكون عامل ازاي في الباك اند في الداتابيز. يلا بينا على موقع دبليو 3. تعالى اقول لك على شكل الكويري المبدئي اللي بيكون حاصل في الداتابيز. غالبا ده بيكون شكل الاستعلام اللي بيحصل في الداتابيز في الباك اند. هو مش كل الداتابيز طبعا بيكون فيها نفس الاستعلام ده، بيتغير على حسب نوع الداتابيز. تعالى نبص على اللاب ونرجع تاني. طيب، تاني لاب عندنا بعنوان السيكوال انجكشن فولنربيلتي allowing login bypass. طبعا هنا بيقول لك ان اللاب ده بيحتوي على سيكوال انجكشن في صفحه اللوجن، بالتحديد في اللوجن فانكشن. لحل اللاب ده لازم انك تثبت ثغره السيكوال انجكشن وتخش على حساب الادمنستريتور. اللاب بتاعنا فتح، قال لنا طبعا ان الثغره موجوده في صفحه اللوجن، غالبا في الصفحه دي. طيب ايه اللي بيحصل؟ مثلا قلت له تيست، ده شكل الايرور اللي راجع. والله لو قلت له مثلا تيست سنجل كود، ايه اللي ممكن يحصل؟ رجع لي internal server error. يبقى غالبا في هنا SQL injection، او ده اكيد يعني. آم، طيب تعالى كده، شكل الاستعلام اللي بيحصل في الداتابيز. select all from users where user name admin and password. لازم ان يكون الشرطين دول متحققين، لان في and هنا موجوده. لو قلنا ان الانبوت بتاعنا اللي بيتحط هنا في اليوزر نيم بيجي يخش هنا، والباسورد بتاعنا اللي احنا بنكتبه هنا بيجي يخش في الخانة دي. وانا لما جيت حطيت سنجل كود، بوظت طبعا شكل الكويري، فالداتابيز حصل فيها ايرور. علشان نلغي اند دي والباسورد، لان احنا ما نعرفش الباسورد، احنا عارفين ان الاسم ادمنستريتور. تمام تمام، فعايزين نقفل سنجل كود. ادي دي كده قفلناها. مم، حلو زي الفل. عملنا كومنت، لغينا الجنب ده، معنى كده ان هو مش هياخد حاجة بالباسورد. تعالى ناخد البيلوت بتاعنا ده اللي احنا كتبناه. تعالى نخش هنا. الباسورد طبعا هنكتب يعني، ما ينفعش نسيب الخانة فاضية بس. مبروك عليك، حلينا اللاب، كونجراتوليشن. ده باختصار كان لاب رقم 2 معانا في ثغرة السيكوال انجكشن. والمهم لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، سبسكرايب. لو في حاجة مش فاهمها تقدر تعبر عنها في الكومنتات. كان معاكم حليمو من سايبر حليمو. خلصنا لاب 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.